تشكيلة ريال مدريد ضد إسبانيون في الدوري الإسباني الجولة 34. في حراسة المرمى أندري لونين، حارس يعتمد عليه في اللحظات الحاسمة، يملك تركيزا عاليا ويظهر دائما حين يحتاجه الفريق. في خط الدفاع ترينت ألكساندر، ليس مجرد ظهير بل صانع لعب من الخلف، يفتح الملعب بتمريراته الدقيقة ولمساته الذكية. أنطونيو روديجر، مقاتل حقيقي في الدفاع، لا يعرف التهاون، يفرض هيبته على كل مهاجم يواجهه. خوسيه غارسيا، عنصر شاب يمنح الخط الخلفي طاقة وحيوية ويظهر نضجا يفوق سنه داخل الملعب. فيرلاند ميندي، جدار دفاعي على الجهة اليسرى، سريع في الارتداد وصعب التجاوز في المواجهات الفردية. في خط الوسط فيدريكو فالفيردي، ماكينة لا تهدأ، يربط بين الدفاع والهجوم بسلاسة ويهدد المرمى في أي لحظة. أوريلين تشواميني، صمام أمان في الوسط، يقرأ اللعب بذكاء ويفشل هجمات الخصم قبل أن تبدأ. جود بيلينغهام، قائد بإيقاعه الخاص، يتحكم في نسق المباراة ويصنع الفارق بلمسة واحدة. في خط الهجوم إبراهيم دياز، لاعب مراوغ يربك الدفاعات، يتحرك بخفة ويخلق الحلول من أنصاف الفرص. فينيسيوس جونيور، شعلة من السرعة والمهارة، قادر على قلب المباراة بلقطة فردية واحدة. غارسيا رودريغو، مهاجم حاسم، يتمركز بذكاء ويستغل أقل الفرص ليحولها إلى أهداف.